شخصية لبنانية أدهشت العالم بأسره بعطاءتها وإنجازاتها، وأغنت بمعلوماتها مضمون أكبر كتاب في العالم. رجل الأعمال وليد معلوف، دبلوماسي أمريكي من أصل لبناني، وهو أول دبلوماسي أمريكي يخاطب الأمم المتحدة من على منبر الجمعية العمومية باللغة العربية، مطالباً بحق لبنان في السيادة والاستقلال. ولد معلوف في بيروت لبنان، وتخرج من كلية بلمونت آبي القلب المقدس في بلمونت كارولاينا الشمالية، ومعهد الخدمة الخارجية الأمريكية في أرلينغتون فرجينيا، حيث أكمل دورات تنفيذية في الدبلوماسية العامة والاتصالات. أصبح عضواً في مجلس إدارة أبلايد بانك في ولاية ديلاوير، وهو حالياً خبير في الخدمات المصرفية الخاصة والسياسة الخارجية، كما له خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الأعمال والدبلوماسية في منطقة واشنطن العاصمة. شغل منصب مدير الدبلوماسية العامة لشؤون الشرق الأوسط ومبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بين عامي 2004 و2009. يمكنكم قراءة الموضوع كاملاً على موقعنا